من امام السفاره المصريه في اسطنبول بيبك. منظر تحفه، بس انا النهارده مش جاي عشان اوريكم المنظر، انا جاي عشان اعمل لكم فيديو مهم جدا جدا جدا، وناس كتير قوي قوي بتدور عليه، وللاسف انا كمان كنت بدور على اليوتيوب على حد يفيدني في الموضوع ده ومحدش فادني. فالنهارده هعمل لكم الفيديو ده خطوه خطوه من اول ورقه لاخر ورقه. خلينا نشوف وخليكم معايا. بيقول لك بقى عندنا في اسطنبول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد عطيه وفيديو جديد. انا مؤمن جدا جدا ان اليوتيوب زيه زي بالظبط كده لما بتيجي تبحث عن معلومه زمان في جوجل ودلوقتي شات جي بي تي. اي حد عايز معلومه، عايز فيديو مثلا لحد مر بتجربه زيه قبل كده، يخش يسرش على اليوتيوب فيلاقيها، فتبقى الخطوات بالنسبه له اسهل، او يبقى عارف هو بالظبط هو عايز يعمل ايه. طيب خلينا نخش في الفيديو على طول. دلوقتي انتوا عارفين الفيديو ده الاول بس هيبقى طويل شويه، تمام؟ الفيديو ده هيبقى طويل شويه وفي كذا حاجه، لان هو هيتصور على جزئين، جزء هنا في تركيا وجزء هنكمله تاني في المغرب. ف بس في كل المعلومات اللي انتم محتاجينها، مش هتحتاج تروح اي حته ولا تدور في اي حته، كل حاجه في الفيديو ده. طيب للناس اللي ما تعرفش، انا خطيبتي مغربيه، تمام؟ وانا مقبل على الزواج الفتره الجايه. والجواز في المغرب للناس اللي بتسال او للناس اللي تعرف بيطلبوا اوراق كتير جدا، تمام؟ وانتوا عارفين يعني انا مصري ممكن في تركيا، بشتغل في تركيا. فانا دلوقتي هنا يعني مش عارف هل اجيب ورق من مصر، اجيب ورق من تركيا. طب الورق اللي هجيبه من تركيا هترجمه، طب بعد ما ترجمه هختمه باختام ايه؟ فالقصه دي كلها سالت عليها كتير وسرشت عليها كتير، جروبات على الفيسبوك، جروبات على يعني فيديوهات على اليوتيوب، كتير كتير كتير، ناس كتير قوي بتتكلم على الاوراق، ولكن بيتكلم على الاوراق من وجهه نظر مثلا لو البنت المغربيه هتجيلك مصر، فهي تعمل ايه اوراق في مصر؟ ده اللي انا لقيته بصراحه. فلا انا طب ما حدش بيتكلم على لو العريس بقى راح هناك، لو انت هتروح بلدها هي تعمل اوراق ايه، تمام؟ فهو دي النقطه اللي انا كنت بدور عليها بصراحه. فخلينا نبدا واحده واحده. انا ليه هنا في السفاره المصريه وليه في بيبك؟ عشان بسم الله الرحمن الرحيم، لو حضرتك سواء بقى مصري او مقيم في مصر، بصوا انا ايدي اهي، مش عارف باين في الكاميرا، لا فيها اثار حبر، لان كنت بعمل سجل جنائي مصري، فيش وتشبيه عندنا في مصر. طيب اول حاجه حضرتك لو مصري، الاوراق كده ايه تكتبها معايا وتعمل خطوه خطوه زي ما هقول لك. اول حاجه حضرتك لو مصري هتطلع فيش من مصر، وده سهله. طب لو حضرتك لو مقيم في الخارج هتروح السفاره المصريه بتاعتنا في المدينه اللي انت فيها وفي الدوله اللي انت فيها، تطلع فيش جنائي، تمام؟ بتدخل بتدفع الفيش الواحد $15 حاجه كده يعني، مبلغ رمزي، وبيبصموك وكده وبتاخده بتستلمه في نفس اليوم. لو انت مصري طلعت الفيش من مصر موجه الى المملكه المغربيه او السفاره المصريه في الرباط، طلعت الفيش هتروح تختمه من وزاره الخارجيه في مصر، تمام؟ كده انت قصتك في مصر خلصت. لو انت مقيم في مصر طلعت الفيش ختمته من وزاره الخارجيه. طب لو انا بقى واحد مغترب زي حالاتي، بتروح تطلع الفيش من السفاره، بيديهولك اخر اليوم، يعني انا رحت عملته دلوقتي، كمان كام ساعه هرجع اخده. بعد ما تاخد الفيش بتروح بتبعت الفيش ده بريد او مع حد نازل مصر لاهلك، لاخوك او والدك او اي حد في مصر قريبك يعني، يروح الجنايات، تمام؟ الورقه بتقعد في الجنايات حوالي اسبوعين. بعد ما تقعد في الجنايات يروح يختموا وزاره الخارجيه. بس الورقه بتروح لمصر تتختم خارجيه، بعد كده جنايات، بعد كده الجنايات ترجع خارجيه تاني، بعد كده يبعتوا لك بقى فين؟ في تركيا تاني. بعد ما يبعتوا لي بقى في تركيا هقول لكم لما يجي لي نعمل ايه. احنا لسه النهارده اول يوم، والنهارده اول ورقه بنعملها، كل ورقه هعملها هنكمل الفيديو لحد ما نوصل لاخر نقطه خالص، وهي نقطه العدول. وزي يعني العدول ده في مصر في المغرب زي المأذون عندنا كاتب الكتاب. عشان نوصل للنقطه دي هنمر بمراحل كتير قوي، في اوراق كتير قوي، فهنعملها واحده واحده ورقه ورقه، وهقول لكم انا عملت ايه بالظبط. وبعد كده ان شاء الله نوصل لاخر مرحله ونخلص الموضوع دوت. فان شاء الله تستفادوا من الفيديو دوت، ولما اجي استلم الورقه اخر النهار هبلغكم. يلا خليكم معانا وكمل الفيديو للاخر. طيب
رحنا امبارح عملنا الفيش، احنا النهارده تاني يوم. المفروض كنت استلم الفيش امبارح، ولكن انا فضلت ان انا اجي تاني يوم الصبح عشان كنت هستلمه بعد ساعتين وعندي شغل وكده. ولكن انت لو بتعمله في السفاره، وبرضو اللي انا بقوله ده مش شرط، لو البلد اللي انت فيها ممكن يبقى فيها السفاره المصريه بتسلمك الفيش في ساعتها، ممكن يقول لك كمان ساعتين وتعالى، ممكن يقول لك تاني يوم، على حسب يعني. كل سفاره مصريه في كل بلد وليها رول، يعني مش كل واحد. تمام. ولكن انا هنا استلمته خلاص، ناقص ان انا بس اروح ابعته بقى مصر. ادي اهو الفيش اهو معايا، البصمات اهو، بتروح تبصم وتستلمه، هو بقى بيحط لك عليه الاختام وكل حاجه. ناقص بس ان انا الفيش ده انا برضو عشان نشرح ونكون دقيقين قوي، انا هعمل الموضوع دوت عشان انا محتاج الورق بسرعه. ولكن انت ممكن تروح تطلب الفيش من السفاره وتسيبه في السفاره وهم ينزلوه مصر بالحقيبه الدبلوماسيه بقى مع بقيه الاوراق بتاعت بقيه الناس، ويعملوها لك ويرجعوها لك، مفيش مشكله. ولكن انا عشان انجز نفسي وعشان اكون اسرع، طلبت منهم ان هم يدوني الفيش انا بقى، او ابعته لاهلي في مصر يروحوا يودوه يختموه خارجيه، ويودوه الجنايات، وبعد كده يرجع يتختم خارجيه تاني، ويرجع لي بقى تركيا، ارجعه للسفاره تاني تديني ورقه بالفيش، يعني مترجمه تركي عشان انا في تركيا، ومختومه ويعني جاهزه للاستخدام على طول يعني. تمام. فهي دي الخطوه اللي انا هعملها دلوقتي. بعد ما خدنا الفيش من السفاره هودي مصر، نعمل القصه دي كلها ونرجع تاني بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. في اول جزء من الفيديو قلت لكم هنروح نستلم الفيش الجنائي ونرجع نكمل، بس للاسف من ساعة ما استلمت الفيش الجنائي لحد اللحظة اللي انا بتكلم معاك فيها دلوقتي عدى حوالي شهر كامل من دوخة الورق وللاسف ما عرفتش اصور ما بين تركيا وما بين المغرب. انا حاليا دلوقتي في المغرب. تمام. حتى انا قاعد اهو في حديقة هنا في الرباط سلا، قاعد بصور لكم عشان لازم انزل الفيديو ده بسرعة جدا جدا لان كذا حد سألني عليه. طيب احنا كنا وقفنا في الجزء الاول من الفيديو اللي صورناه في تركيا، ان احنا رحنا السفارة طلعنا فيش جنائي. حلو. حضرتك كمغترب زي ما قلت لك بتاخد الفيش الجنائي ده من السفارة، تطلع بيه او تبعته مع حد ينزل مصر يديه لاهلك. اهلك يعملوا ايه لو انت مغترب؟ تمام. احنا قلنا خلاص في الجزء الاولاني لو انت مصري حضرتك بتروح تطلع الفيش وتصدقه من خارجيه، خلصت القصه. تمام. لو انت مصري. طب لو انت مغترب زي ما قلنا لك بتبعته مع حد من مصر، بيروح يختمه خارجيه. تمام. خارجيه، ثم يروح العباسيه، اداره الجنايات يوديه العباسيه. مش عارف بتاخده غالبا يا في اسبوع يا في يومين، مش فاكر بالظبط المده. بعد ما بتاخده ترجع تختمه خارجيه تاني. تمام. يعني خارجيه، جنايات خارجيه. تمام. عشان تبقى عارف. لكن لو انت في مصر مش محتاج تعمل القصه دي كلها، هي خارجيه بس. لو انت مقيم في مصر، لو مغترب خارجيه، جنايات خارجيه. ثم ايه تاني هتجيبه من مصر؟ هتجيب قيد فردي. تمام. وخلي بالك نقطه مهمه جدا، اي ورق انا بقول لك هاته يكون موجه الى المملكه المغربيه. اي ورق بقول لك هاته من مصر او من اي حته يكون موجه الى المملكه المغربيه. تمام. هتجيب قيد فردي لحضرتك، ويستحسن هات منه نسختين، يعني هات 2، ادفع ثمن 2 قيد فردي اصلي. تمام. تاخدهم من العباسيه او من اي مكان اللي هتطلع منه القيد، يعني تبع الاسم بتاعك، او شوف انت الاسهل ليك توثقهم خارجيه. تمام. ثم تجيب برضو من السجل المدني في العباسيه او من السجل المدني اللي انت تابع ليه 2 شهاده ميلاد اصليه. 2 شهاده ميلاد اصليه. كل الحاجات دي تواريخها تكون حديثه واصليه قبل ما تسافر، يعني ما يعديش عليها 3 شهور من ساعه لما تقدم الورق للعدول في المغرب. تمام. تجيب 2 شهاده ميلاد، جبت 2 شهاده ميلاد اصليه، وجبت قيد فردي، وجبت سجل جنائي.
كده انت قصتك في مصر خلصت. كل الورق اللي انت محتاجه من مصر هو ده خلاص. اي حد يقول لك هات ورق تاني ما تجيبوش، ده اسمع بقى مني، وانا لسه خلاص كاتب العقد من يومين، يعني الكلام تصوير الفيديو ده طازه. تمام، انا لسه مخلص كتابه العقد عند العدول من يومين، وخلصت اوراقي الحمد لله كلها، وبقول لك المفيد. تمام، يبقى انت محتاج ايه؟ زي ما قلنا فيش جنائي، قيد فردي، شهاده ميلاد، وطبعا باسبورك ده يعني اهم حاجه طبعا، صوره باسبورك وصوره التاشيره بتاعتك بتاعت المغرب او ختم اخر الدخول. تمام، دي كده قصتك في مصر. لو انت مقيم في مصر هتجيب من الشركه بتاعتك في مصر، هتجيب طبعا الشركه بتاعتك في مصر المصريه، لان انت مقيم في مصر اقصد، يعني ورقهم بيطلع باللغه العربيه. فهتجيب اسمه ايه ده، كشف راتب، سالري سليب لاخر 6 شهور، كشف راتب لاخر 6 شهور. وتجيب حاجه اسمها بصراحه انا مش فاكر اسمها ايه، انا يعني في التركي في تركيا في الشركه عندي اسمها تشالشما بالجسي، في مصر ما اعرفش اسمها ايه بالعربي بصراحه، او اسمها ورقه عمل او قيد عمل حاجه كده. يعني هي ورقه تفيد من التامينات، يعني زي برنت تامينات يعتبر، يعني ورقه تفيد ان انت شغال في الشركه الفلانيه بالتاريخ الفلاني وهكذا. تمام، بتجيب الورقتين دول وتختمهم ختم الشركه وامضه الشركه. ثم الخطوه اللي جايه، لو حضرتك بتتواصل مع عدول، يعني يفضل انك تكلم خطيبتك في المغرب تخليها تجيب لك رقم العدول تتواصل معاه. ليه؟ لان ده بيفرق من ولايه، من مدينه لمدينه في المغرب، ومن منطقه لمنطقه. يعني مثلا العدول اللي انا تواصلت معاه الراجل مشكورا قال لي اجيب الورق دوت، و يعني وقال لي فقط اترجمه، لان الورق بتاعي بالتركي، انا شغال في تركيا، فجبت الحاجات دي من الشركه بتاعتي في تركيا وفقط ترجمتها. تمام، بس هو ما كانش محتاج حاجات تانية. ولكن في عدول تاني ممكن يقول لك لا، ترجمها لي بقى ووثقها لي خارجيه او اختمها لي ختم ابو ستيل. فانت في الخطوه دي يفضل انك تكلم العدول تساله بنفسك. تمام، ولكن يعني بنسبه 80%، ولكن برضو لازم تسال. تمام، بنسبه 80% بيحتاجوا الورق من دوله اجنبيه فقط مترجم، ولو من مصر بالعربي خلاص مش لازم تترجمه، عليه فقط ختم الشركه وامضه الشركه وخلاص. تمام، ده كده من الشغل بتاعك. كده احنا قلنا على الورق اللي هتجيبه من مصر والورق اللي هتجيبه من الشغل بتاعك. ولو انت مغترب هتجيب سجل عدلي اللي هو زي فيش جنائي من الدوله اللي انت فيها. تمام، يعني انا مثلا في تركيا جبت سجل عدلي من تركيا وجبت اقامتي في تركيا. تمام، لو انت مغترب في دوله ثانيه هتجيب سجل عدلي منها اللي هو يعني فيش وتشبيه في الدوله اللي انت فيها، واقامتك لو الدوله بتتكلم لغه غير عربيه تترجمهم. تمام، بس خلاص ده كده الورق اللي انت المفروض تجمعه قبل ما تروح المغرب. خلاص نراجع عليه تاني كده خطوه سريعه معلش عشان تخليكم معايا وتركزوا. في مصر فيش وتشبيه، قيد فردي، شهاده ميلاد، باسبورك، تاشيرتك، اخر خدمه دخول. تمام، شغلك اللي هو تشالشما بالجسيدي، انا والله ما عارف اسمها ايه بالعربي، غالبا اللي هي ورقه تفيد يعني انت شغال في الشركه من الاتش ار، هو هيبقى عارفها يعني. وسالري سليب لاخر 6 شهور طبعا بختم الشركه والامضه، وسجل عدلي من الدوله اللي انت فيها مقيم فيها، واقامتك لو انت مغترب. تمام، خلصت كده يا معلم، رحت المغرب. اول حاجه هتعملها اول ما رجلك تدب في المغرب هتروح السفاره المصريه، بتاعتنا في الرباط. تمام، تخش على السفاره المصريه تقول لهم انا عايز اعمل حاجه اسمها شهاده كفاءه وشهاده جنسيه. ايه هما شهاده الكفاءه وشهاده الجنسيه دول؟ شهاده الكفاءه دي وشهاده الجنسيه بتطلع من السفاره تفيد انك، شهاده الجنسيه طبعا تفيد انك مصري الاصل وانك بياناتك صحيحه والكلام ده كله. شهاده الكفاءه تفيد برضو ان انت بكامل قواك العقليه، وان انت هتتجوز من السيده فلانه الفلانيه، وان هي موافقه انها تتجوزك. وبس لازم يكون معاك خطيبتك في مشوار السفاره ده. لازم اول حاجه هتعملها اول ما رجلك تخطي المغرب السفاره المصريه في المغرب بدون مواعيد، يعني مفيش موعد مسبق، روح بس بدري قبل الساعه 11. قبل الساعه 11 تكون في السفاره اللي هم بيقفلوا الباب، يعني بيستقبلوا بس طلبات من الساعه 9 ل 11 او من 11 ونص اقصى حاجه، وبعد كده ما بيستقبلوش. فانت روح بدري جدا. تمام، هتروح هتلاقي فيه دور وبتاع وقصه يعني.
المهم هتروح تعمل الورق. السفاره هتعوز ورق ايه؟ هتعوز منك القيد الفردي اللي انت كنت جايبه، وقبل ما تروح السفاره تكون مصور القيد الفردي والفيش الجنائي كذا صوره، والباسبور، مصور الكود الفردي والفيش الجنائي والباسبور، والاقامه الوطنيه بتاعت خطيبتك اللي هو زي البطاقه عندنا كده، هم اللي عندهم برضو رقم وطني يعني في المغرب، تصوره. تمام، تصور كل الكلام دوت وتخش هتديهم كود فردي اصل، وفيش وتشبيه بتاعك من مصر اصل، وصورتين لكل واحد، وصوره الباسبور وصوره الرقم الوطني بتاع خطيبتك، وهيقول لك ساعتين وتعالى لنا يعني. بس هتخلص من عنده تطلع على المحكمه. شوف بقى انت في اي مدينه الكلام ده بيفرق. انا اقول مثلا على المدينه اللي انا فيها، انا طلعت على محكمه سلا او محكمه الرباط. تمام، هتلاقي في المحكمه كشك قدام المحكمه كده بيقول لك يعني اللي عايز يقدم على سجل عدلي، برضه جيب سجل عدلي من المغرب برضه. تمام، تروح الكشك دوت تدي له باسبورك، تقول له انا اجنبي عايز اقدم على سجل عدلي، لان هو المفروض تقديم اونلاين، بس احنا طبعا عشان اجانب وما نعرفش، فانت بتروح الكشك ده يخلصها لك وبتاع. مش بمبلغ كتير، ب5 درهم ولا حاجه. المهم انا نسيت اقول لك ان انت في السفاره القصه بتاعت الشهاده الكفاءه وشهاده الجنسيه هتدفع لهم الاثنين 1020 درهم. ركز معايا، 1020 درهم. تمام، ثم هتروح تعمل السجل العدل دوت، وهيديك ورقه كده كود يعني، يقول لك تعالى بكره استلمه. تمام، استلمه من المحكمه جوه يعني. بس وخلاص وتخلص بعد ما وترجع تاني بقى ايه، بعد ما تخلص حوار المحكمه ترجع تاني السفاره، تاخد الورق بتاعك، شهاده الكفاءه وشهاده الجنسيه، ومن ثم تروح تاني يوم تستلم السجل تستلم السجل اللي هو العدلي بتاع المغرب، وتاخد كل الورق ده وتتصور انت وخطيبتك صور صغيره اللي هي صور الجواز يعني، العقد بتاع الجواز، اي مصوراتي في اي منطقه عارفها يعني. بس وتروح للعدول اللي هو كاتب العدل المحلف اللي انتوا المفروض هتكتبوا عنده يعني، تروح تديله بقى كل الورق ده كده. تمام، وهو بيشوفه. تمام، بيصور منه كذا نسخه عنده، وبعد ما يخلص القصه دي كده كلها هيديك 3 ملفات. تمام، ال3 ملفات دول تعمل بيهم ايه بقى؟ هيقول لك اول ملف روح بيه محكمه، اول ملفين هتروح بيهم محكمه الاسره في الرباط. هيقول لك انت مثلا روح الدور الاول عند مكتب كذا سلم اول ملف، واطلع الدور الرابع عند مكتب كذا سلم تاني ملف، والدور الرابع هتاخد منه ورقه. تمام، الورقه تحطها مع ثالث ملف، وتروح حاجه اسمها الكمساريه اللي هي زي مديريه الامن عندنا في مصر. تمام، مديريه الامن هنا في سلا رحتها انا وخطيبتي برضو. كل الكلام ده لازم يبقى معاك خطيبتك، هتروح معاك الكمساريه ده يعني زي استجواب للشرطه كده، بيسالك عرفتوا بعض ازاي، عرفتوا بعض منين، بيسال خطيبتك شويه اسئله عنك، شويه اسئله عنها، عن تعليمها، عن حاجتها، شويه اسئله برضو عنك، تعليمك، رحت لو انت مغترب هيقول لك يعني سافرت امتى، بتعمل ايه، بتشتغل ايه، كل الحاجات دي كلها. ويا سيدي بس خلاص، وبيديك ورقه في الاخر وبتمشي، وبتحدد ميعاد بقى خلاص مع كاتب العدل ان انت تكتب العقد الجواز يعني. تمام، طيب عقد الجواز تكلفته دي اهم حاجه بنسالها، تكلفته كام وبيطلع امتى؟ والله في كذا اوبشن، ممكن تدفع اكتر شويه ويطلع لك بسرعه في خلال اسبوع، ممكن تدفع اقل شويه وياخد اجراءاته بقى هو ايه اسبوعين ولا حاجه، ولا نظرا لاننا مغتربين ولانك بتبقى عايز تخلص بسرعه واجراءات الجواز بتطول، لانك طبعا لما عقد الجواز يطلع هتحتاج لو انت مغترب انك تختمه وتمضيه وتصدقه من سفاره الدوله اللي انت مقيم فيها، عشان لما تاخد مراتك تعرف تطلع لها اقامه. ولو انت مش مغترب برضو عشان تسجل الجواز في مصر تحتاج ان انت تختمه وتمضيه من السفاره المصريه، فقصه يعني. فالمهم يعني السعر يتراوح ما بين 3000 ل 4000 درهم عند العدول، من 3000 ل 4000 درهم لو مستعجل. تمام، لو مش مستعجل ممكن يقل 500 او 700 درهم. تمام، بس دي كده كلها القصه من اولها لاخرها بالورق بالظبط، بكل حاجه انا عملتها يعني زي ما بيقولوا من طقطق لسلام عليكم. قصه الورق كلها حكيتها لك في الكام دقيقه دول، في مصر وفي المغرب وفي الدوله اللي انت ممكن فيها لو انت مغترب. موضوع الورق جدا سهل. انا كنت فاكر بصراحه ان الورق قصه وان انا بقى هترجم واقعد اجيب بقى
اختام من خارجيات ومن سفارات وختم ابوستيل وختم مش عارف ايه. بس الموضوع يعني طلع سهل الحمد لله. وهتلاقي نفسك مش انت الواحده اللي بتتجوز، يعني بسم الله ما شاء الله. لما رحت السفاره المصريه، مصر كلها بتتجوز من المغرب يعني. فما شاء الله يعني في تفاهم كبير قوي بين السلطات المغربيه والسلطات المصريه في الموضوع دوت. لان خلاص يعني معروف ان في عائلات كتير ما بين الدولتين، في ازواج كتير ما بين الدولتين، فما بيدققوش قوي بقى على الحاجات الاختام والحاجات دي. فيكفي ان الورق يكون بالعربي ومختوم من محله يعني، او من الجهه اللي طالعه منه وخلاص. وبرده لازم تتواصل مع العدو زي ما قلت لك. بس وان شاء الله الف الف مبروك مقدما، وربنا يسهل لكم ويتمم لكم على خير يا رب. ولو في اي حد عنده اي سؤال بخصوص قصه الورق، ابعت لي في الكومنتات وانا هرد عليكم. نشوفكم في فيديو جديد. سلام.